السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف بقيتوا مع الشقه ديال العيد؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير، ومره اخرى عباشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. وبمناسبه عيد الفطر ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير زعزع. فايته مقدمه في القناه ديالي، ولكن هذه المره غادي نديرو مختلف ان شاء الله. فكيف ما كتعرفوا المغرب خصوصا الشمال معروف بزعزع، فان شاء الله حتى حنا هنا في فرنسا كنوجدوه لراسنا، فكيجي لذيذ وغزال ومنعش ومغذي جدا بالتقيوتات اللي فيه. فانا ان شاء الله هنا غادي نبدا بطبيعه الحال بلافوكا كيف ما تتشوفوا. هاد الزعزع هذا ما غاديش نزيدو السكر، شي حاجه اللي غتحلي، لان عندي الفواكه المعسله، وعندي البنان كذلك، وعندي الديسير يعني اللي غادي يخليه حلو، كذلك البسكوي كيف ما كتشوفوا. فانا هنا درت جوج لافوكات ودرت شويه ديال البسكوي، وغادي نضيف واحد البنانه. هادشي غير باش نعطيوه شويه ديال الحلاوه، باش ما نضطرش ندير فيه السكر. انا بغيت يكون طبيعي، تقريبا طبيعي، لانه راه فيه شويه ديال البسكوي. اذا غادي نضيف الحليب وغادي نطحنو، ثم غادي نرجع نكمل معكم. وفي هذا عصير زعزع يعني عندنا الاختيار نديرو فيه الفواكه اللي كتعجبنا واللي متوفره عندنا في الدار: لامونغ، المشماش، برقوق، النقاص. يعني اللي بغينا نديروه، وكذلك على حسب المتوفر. فلو كان عندنا جوج فاكهات يعني راهم كافيين باش نديرو زعزع ان شاء الله. فاكيد وليداتنا تيحمقوا عليه، وعاد غادي يعطيهم الطاقه والنشاط والحيويه. فنفرحوهم بهذا العصير هذا ولو مره في الشهر، فهم غادي يكونوا فرحانين ونشطانين. فما عندناش من احسن من وليداتنا. فالعصير ديالي د لافوكا هو واجد، اللي انا ضفت ليه البنان وضفت له البسكوي باش يعطيني شويه د الحلاوه، باش ما نضيفش السكر. بالنسبه للمواد اللي غادي نضيف ليه، كيف ما تتشوفوا عندي هنا مجموعه ديال الفواكه. عندي التفاح، عندي الاناناس والتين. بطبيعه الحال ممكن نضيفوا اي فاكهه متواجده عندنا في الدار. كذلك غادي نضيف الزبيب، الكحل والصفر، القرقاع واللوز، البيستاج ولا كاجو، الفواكه المعسله ولي سوغيز، والمتوفر عندنا في الدار، وكذلك البنان. اذا غادي نبدا بالتين، غادي نقشرو، وغادي نحاول نحيد له غير داك القليب كيف ما كتشوفوا، غير القليب، لان هذيك القشره ديالو باش ما تجيناش قاصحه. كنظن الكل كيعشق هذا الزعزع هذا، كيجي لذيذ ومقوي. وكيكون عندنا اختيار نديرو كاع الفواكه اللي كتعجبنا او المتوفره عندنا في الدار. كيف ما تشوفوا انا التفاح هنا كنقطعو مكعبات صغيره، ممكن كيوي، ممكن نقاص، ممكن لامونغ، اي حاجه حنا كنفضلوها متواجده عندنا في الدار. كذلك الاناناس غادي نقطعوه حتى هو مكعبات صغيره، وغادي نخلي طريفات صحاحي للتزيين. لي سوغيز غادي نقطعهم دوائر. غادي ناخذ كاس ديال التقديم، وغادي نوضع فيه ديك لي سوغيز في الجناب، نحاول نلصقهم في اطراف ديال الكاس باش يبقاو ليا باينين، فكيجي المنظر ديالهم زوين، وداك لاكولور احمر فيهم كيجي غزال في المنظر. فغادي نحاول نثبتهم، طبيعه الحال راه ماشي بالسهل، ولكن المهم غادي ندير جهدي معاهم يثبتوا كيف ما تشوفوا هكذا. ثم غادي نضيف البسكوي، ونحاول ما نقصش دوك الجنيبات باش ما يهبطوش ديك الطريفات ديال لي سوغيز. غادي ندير البسكوي هو الاول في التحت، ثم غادي نضيف عليه عصير لافوكا، وبغا نبقى ندير شويه ديال العصير، شويه ديال لي فخوي، شويه ديال العصير ديال لافوكا لي فخوي، حتى نعمر الكاس ديالي ونولي عاد نديكوريه ان شاء الله. فانا غادي نكمل تزيين الكاس ديالي، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. بطبيعه الحال الا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من البارطاج مع الاهل والاصدقاء والاحباب، ما تنسونيش من تعاليقكم المحفزه اللي بصراحه كتحفزني بزاف. كذلك اللايكات، باش ان شاء الله الاسره ديالي الكبيره تزيد تكبر ان شاء الله بكم. اذا غادي نخليكم مع لا فيديو، ونتلاقاو في نهايه التقديم.
اذا حبيباتي، العصير ديالنا د لافوكا هو هذا بطبيعه الحال باللمسه ديالي، لمسه شامامي شانيل. كنتمنى انه يعجبكم ويركم وتجربوه بالطريقه ديالي، كيجي لذيذ منعش مقوي بطبيعه الحال. فتحيه الناس الشمال اللي هما اللي يعني معروفين بهذا العصير ديال الزعزع، وكذلك تحيه للمغاربه من طنجه الى القويره. فكنتمنى يعجبكم هذا العصير وتجربوه بطريقتي، وانا بدوري كنهديه لكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن شاء الله ينعاد عليكم وعلينا سنين متعددة، وكنتمنى إن شاء الله في هذا رمضان هذا نكونوا يعني كلنا من العتقاء من النار يا ربي، وعيد الفطر يدخل علينا بالصحة والسلامة وتيسير الأمور. فأحبتي، إلى عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش تبارطاجيوه على أوسع نطاق، وكذلك ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. واكيد فاش كتخليو ليا تعليق كتدخلوا الفرح على قلبي وكيعجبني الحال، وكنقرا كاع التعاليق اللي كتوصلني منكم بطبيعه الحال، مشكورين. واحبتي، قبل ما ننسى، ان شاء الله غادي نشارك معكم لي زاريفاج ديال ليدل، وغادي نشارك معكم واحد الزيت ديال الشعر اللي غزال 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 غزال. انا درتو يلاه 3 المرات، صراحه غزال كيطلق الشعره وكيخليها رطبه. فبالنسبه للامهات اللي عندهم بنياتهم شعرهم حرش او لا كرد او ما كيتمشط لهمش او لا سي ديفيسيل باش في الغسل ديالهم، فهاد الزيت غزال غزال على ضمانتي ديروه. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نشاركو معكم باذن الله. وبالنسبه للثمن ديالو، الثمن ديالو جد مناسب، يعني 2 يورو 86 بحال هكذا، يعني رخيص رخيص. والنتيجه يعني ديالو من اول استعمال. فراه غزال غزال غزال، ضروري ان شاء الله نشاركو معكم، وضروري تشريوه وتجربوا. حتى اللي ماشي شعره يعني حرش ولا هذا يستعملوه، فهو رائع. غادي يطلق لكم الزغبه مزيان، وغيولي يعني ساهل في الغسيل، ساهل في المشيط. يعني من بعد ما تغسلوا ما تحتاجوش ديروا لا شيشوار لا والو، يعني الشعره كتبقى مطلوقه مطلوقه. المهم انا حمقني، وان شاء الله تستافدوا من هذا المنتوج كما استفدت انا باذن الله. ونرجعوا للفيديو ديالنا. فكنقول لكم لكم جزيل الشكر، والقناه ديالي ان شاء الله بكم غادي تكبر، وبكم ان شاء الله غتوصل المليونيه، علاش لا. فاحباتي، الى عجبكم هذا العصير وجدوه لوليداتكم، راه منعش 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 ومغذي. فاحباتي، ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم عيد مبارك سعيد، ينعاد عليكم ان شاء الله سنين متعدده. فدمتم في رعايه الله وحفظه.